الو. ايه يابا؟ لا لا لا، اختار الكبير، اختار الكبير. يا عم صدقني اختار الكبير يا ابني يا حبيبي، انا عارف ان الاتنين الوسط الواحده 20 سم والكبيره 30 سم. ال 30 اكبر من ال 40. انا مدرس رياضه وعارف اكتر منك، ال 30 سم اكتر من ال 40 سم. يلا سلام. صاحبي غلبان، عاوز ياخد اتنين بيتزا وسط بدل ما ياخد الكبير. ما يعرفش ارخميدس تقريبا. ها؟ انتوا كمان ما تعرفوش ارخميدس؟ لا لا لا، ده فيها وقفه بقى. سنة 212 قبل الميلاد دخل جنود من الرومان على واحد يوناني بيته، لقوه ملبوخ وقاعد يرسم في دواير على الرمل. الراجل ما ادالهمش أي انتباه. جنود الرومان اتعصبت، واحد طلع سيفه وشال رقبة الراجل اليوناني. ما كانش يعرف إن الراجل اليوناني اللي قتله ده واحد من أعظم العلماء في التاريخ. العالم ده اسمه أرخميدس. العالم ده اللي حط لنا ووضع لنا أساس علشان نجيب مساحة البيتزا، قصدي مساحة الدايرة. تعالوا نرجع مع بعض بالزمن شوية، في القرن الثالث قبل الميلاد، وتقريبا سنة 250 قبل الميلاد. سنة 250 قبل الميلاد العالم أرخميدس كان بيحاول يوصل للدايرة المثالية، وعشان يوصل للدايرة المثالية استخدم طريقة اسمها طريقة الاستنفاد. طريقة الاستنفاد كان بيرسم مضلع منتظم داخل الدايرة ومضلع منتظم خارج الدايرة. طبعا زي ما احنا عارفين المضلع المنتظم جميع أضلاعه متساوية. فضل يرسم مضلع داخل الدايرة ومضلع خارج الدايرة، يزود في عدد أضلاع المضلع لحد ما وصل ل 96 ضلع. 96 ضلع كان كفيل إن هو يوصل للمساحة الفعلية للدايرة تقريبا. ومن هنا أثبت في كتابه الشهير قياس الدايرة إن مساحة الدايرة بتساوي مساحة مثلث قائم الزاوية، بحيث إن يكون طول قاعدة المثلث ده بتساوي محيط الدايرة، وطول ارتفاعه بيساوي نص قطر الدايرة. وده اللي مهد لنا الطريق بعد كده إن إحنا نوصل لقانون مساحة الدايرة باي نق تربيع، اللي هيساعدنا في حل عرض التوفير للبيتزا. القانون بيقول إن مساحة الدايرة بتساوي باي نق تربيع، وده يعني إن ال A بتساوي باي R تربيع. الباي ثابت وكلنا عارفين قيمته 3.14. سيبك منه، ركز لي في الار تربيع وركز لي أكتر على التربيع. البيتزا الكبيرة طول قطرها 30 سنتي، يعني الار بتاعتها ب 15 سنتي، يعني ار تربيع بتساوي 15 تربيع بتساوي 225 واحدة. أما الاتنين البيتزا الوسط فطول قطر الواحدة فيهم 20 سنتي، يعني الار لكل واحدة فيهم بتساوي 10 سم. يعني الار تربيع بتساوي 10 تربيع بتساوي 100، وهنضرب في 2 عشان دول 2 يبقى بتساوي 200 وحدة. وبكده تبقى البيتزا الكبيرة بتساوي 225 وحدة، والاتنين الوسط على بعض بيساوي 200 وحدة، وهذا يعني ان البيتزا الكبيرة اكبر من الاتنين الوسط بما يعادل 25 وحدة، أي ما يعادل 12.5%. عرفت بقى إن ده مش عرض توفير واسمه عرض التخفيل.